بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد آمين. ببقى سعيد إن أنا أتواجد في السنة مرتين، 1/8 و4/12، وبقول أنا عندي انتماء للكنيسة حتى إن بعدت أميال وساعات عنها، بس بحب إن أنا أجي وأشوفكم. كل الشكر ربنا اللي بيدينا أوقات، وبشكر سيدنا الحبيب الأنبا ميخائيل على إتاحة الفرصة، وطبعا الأبهات. والنهاردة تشوفوا كهنة كتير وأب راهب موجود، دول خريجي الكنيسة، فانتوا تبقوا مبسوطين إنه كنيستكم خرج منها ناس أفاضل. فاليوم سأتحدث عن شخص أثر في الكنيسة، ما هواش من الإكليروس، ما هواش من ذو الزي الأسود، لكنه كان مؤثر. طبعا احنا بنحتفل بعيد تكريس الكنيسة، بس أنا النهاردة حابب نوع من الوفاء لهذا الرجل، ربما لأنه خدم كتير في الكنيسة، وأرجو من الكنيسة إن شاء الله على ذكرى السنة يكون اتعمل كتاب من كنيسة أبو سفين حدائق القبة. والكلام موجه لأبونا مينا عزت إنه يتعمل كتاب باسم الأستاذ نبيل يعقوب اللي خدمنا كلنا. أستاذ نبيل يعقوب كان أمين خدمة بتاعي أنا على المستوى الشخصي، وقعدت معاه فترة من الزمن، وبعدين رحت خدمة تاني، لكن كان على اتصال مع بعض. وكنت لما باجي بالحقيقة الكنيسة بعد رسامتي أسقف، أما باجي الكنيسة كنت بنحني قدام، يعني بوطي راسي قدام هذا الرجل اللي خدمني. طبعا انتوا كتير منكم ما يعرفوش، بس ده نوع من الوفاء للشخص اللي خدم الكنيسة بأمان. دعوني أتحدث عن هذا الرجل اللي أنا خدمت معاه، ونتعلم الوفاء، إن شخص خدمنا ما ننساش. أستاذ نبيل يعقوب كان مدرس، والمدرس مرات يفقد أعصابه في الزمن الصعب اللي احنا بنعيشه، لكنه كان يتميز بحاجات ضد وظيفته. الوظيفة دي محتاجة شوية إمكانيات، لكن ضد الوظيفة احتفظ بشوية فضائل جميلة. أولا أستاذ نبيل ده كان هادي، أستاذ نبيل يعقوب ده كان هادئا، ودي صعبة تلاقيها في المدرس. المدرس بيدخل بيشخط في العيال، لكنه ما كانش عنده الصفة دي. كان شخص هادي، وكان صوته بطريقة هادية بيوصل المعلومة. ممكن يستخدم ملامح وشه، مثلا يبرق مثلا، لكن ما يشتمش. كان شخص هادي. والكتاب المقدس لما كلمنا عن الهدوء قال لنا آيات جميلة جدا. الشخص الهادي أعظم من المتنرفز. ده الهادي يكسب الموقف، ده الهادي الناس تعتذر له، ده الهادي يأثر في الموجودين. يقول الكتاب المقدس لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يعني ممكن تبقى الدنيا هيجة، بس في واحد هادي الدنيا هديت، الموج العالي هدي. لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. عشان كده كان هو يتصف بهذا الصفة. اللي بيقعد جنبه عارف ان هو شخص هادي، ما بيعملش ازعاج. يعني في ممكن خادم او امين خدمة اول ما دخل الكنيسة عمل اضطرابات، وفي نوعيات من نوع دوا موجودة في كنائس كده. فلان دخل خلاص الدنيا، لكنه ما كانش عنده الصفة دي. بقول كان هادئا. ليه كتاب؟ لأنه ربما طبق الآية اللي موجودة في سفر إشعياء، لأنه يقولوا بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. يبقى عندك قوة داخلية بهدوءك. لأنه لو احنا عبرنا عن الإيمان المسيحي، لو قلنا إن في إيمان مسيحي موجود ويملى القلب، إيه الدليل؟ إيه الدليل اللي جوه عندك إيمان؟ إيه الدليل؟ قال القديس يعقوب أرني إيمانك بدون أعمالك. ما تعرفش تعمل كده، لكن أنا بأعمالي أريك إيماني. أنا باللي أنا جوايا أقدر أعبر عنه بأفعال فتصل إليك. فالمسيحية اتسمت بالهدوء. ليه؟ لأنه يملأ القلب سلام. قال عنها واحد في روسيا اسمه القديس ساروفيم ساروفسكي، يقول املأ قلبك سلام ألوف من حولك يخلصون. املأ قلبك سلام ألوف من حولك يخلصون. كان عنده الصفة دي واضحة، وأظن اللي قاعدين
واللي تعاملوا معاه كان شخص هادئ، وكان يكسب المواقف بهدوء. كان في ذات الوقت اللي فيه أمين خدمة بالطريقة دي، كان فيه أمين خدمة برضه صوته عالي في الكنيسة ويعمل رعب للعيان. ما كانش هو عنده الصفة دي، لأن أنا شفتهم كلهم. مش قصدي حاجة أنه شخص، لكن بقول كان يتصف بهذه الصفة. الصفة الثانية أنه كان مصليا. أتذكر في يوم من الأيام كان مجمعنا كخدام، وهو عايز يحسنا على الخدمة وعلى الافتقار وعلى التحضير، فيعمل ايه؟ راح بكى. ده دليل قلبه رقيق، واحد قريب من ربنا، مش بس بيلوم، لا مش عايز يلوم ويجيب التقصير على نفسه. ده دليل انه مصليا. هتقول ايه العلاقة بين اللي بيقوله وبيصلي؟ اذكركم بواحد ارهابي اسمه شاول الطرسوسي. عندما تغير الله أقنع حنانية وقال له روح للزقاق الذي يقال له المستقيم ستجد رجل ترسوسيا. قال له ده كم قتل؟ قال له ما تخافش منه، هو ذا يصلي. وكأنك انت تخوف وانت تخوفي لما تبطلوا صلاة، انك انت تبقى ممكن تعمل جرائم لانك مش بتصلي واسمك خادم في الكنيسة. مش معقول. فهذا الرجل كان مصليا، كان عندما يوبخنا بدموع عينيه، كقول الرسول بولس متذكرين أن 3 سنين لم أفطر على أن أنذر كل واحد منكم بدموع. كان أولا هادئا، كان مصليا. أخيرا كان عنده صفة جميلة، أنا عشان تعاملت معاه وكان هو يحبني عشان انا بسمع الكلام. طول عمري بسمع الكلام، دلوقتي غالبا ما بسمعش، بس زمان يعني كنت بسمع الكلام. فكان يقول لي ايه دي في رحله وناقص الخادم اللي راح معاهم ما جاش، ودي مش الرحله بتاعتي ولا مش مسؤول، روح اطلع انت معاهم. اقول له حاضر. بعديها باسبوعين رجعت يقول لي لا ده الرحله دي الثانيه دي الخادم كمان ما جاش، انت روح. اقول له حاضر. وكأنه هو بيوجهني وبيقول لي شوية حاجات أنا بحس إن أنا لازم أسمع كلام الراجل ده، لأنه ملوش هدف تاني غير إنه يخدم، وبيحاول يلاقي حد برضه بيسمع الكلام. بقول عنه كان هادئا، كان مصليا. كمان عنده صفة تميزه أنه كان لا يدين أحد. بقول عشان أنا قريب منه. اما بيقول الخادم اعتذر ما بيقولش ده بيتدلع ولا مش مقدر المسؤوليه ولا حاجه. يقول لي اصل فلان ده جاله ظروف ولازم الولاد هيروحوا فين يعملوا ايه مش عارف ايه، لازم حد يطلع معاه. اطلع انت. كان لا يدين احد. قعدت معاه فترات طويله، كنت مرات اقعد معاه بالاسبوع في رحلات او معسكرات. كان ما يدينش حد، ما يجيبش سيره حد. ودي صفه ان كانت فيه بس فهي قادرة على إدخال عنوة غصبا إلى ملكوت الله. لا تدين لكي لا تدان. ما كانش يدين حد، الناس يقولوا زي ما هم عايزين، لكنه كان لا يدين أحد. أنا بتكلم عن خبرة شخصية مع هذا الرجل. دي صفات جميلة زينته، جعلته مزين، لدرجة إنه لما حد يجي يحكي معاه يقعد بص عليه ويسمع وخلاص ما يردش. أرجو الصفة دي تصل إلى الأخوات، تتعلموا أما حد يتكلم يدين حد يقعد سكت. انتوا بتسلوا وقتكم في الكلام صح؟ ولا بتسلوش وقتكم؟ فما حد يجي يكلمك عن حد اسكتي. يقول والوجه المعبس يطرد لسان سالب. يعني لو انت كشرت شوية في اللي بتتكلم، حكيم بيقول لو واحدة بتجايب سيرة حد انت بس حبس وجهك، يعني خلي وجهك كده يبقى فيه نوع من الهجوم كده، فتلاقي اللي قدامك سكت. تقول لها بتقولي كده ليه؟ احنا مالناش دعوه بحد. لكن للاسف الناس يعني سيره الناس على كل ألسنة الناس. كان هذه الصفه واضحه. اظن برضو ان من تعامل معه يعرف قيمه هذا الرب. كان هادئا، كان مصليا، وكان غير مدين لاحد. ولإلهنا المجد الدائم في كنيسته آمين.